السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم فاطمة مريني، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله كيف ما راه واضح في الصورة غنحضر معكم الإسفنج تحت طلب الأخت حنان من ديار إيطاليا، وكنعتذر إلى أخرت عليها الوصفة. غادي نقدم لكم نصائح جد مهمة باش غادي ينجح معنا هذا الإسفنج في الدار، غادي يجينا بحال ديال الزنقة تماما. بسم الله على بركة الله. لوصفتنا اليوم غادي نحتاجو ان شاء الله 2 كيسان ديال الفورص، كأس تاع الماء، ملح حسب الذوق، نصف ملعقة صغيرة من خميرة المعجونة، ملعقة صغيرة من الخل. بالنسبة للخل فهو أول سر في النجاح ديال هاد السفنج ديالنا. فإلا كنا غادي نعجنو السفنج ديالنا في الليل وما غنطيبو حتى الصباح، فكنديرو قرصة جد قليلة من الخميرة المعجونة وما كنحتاجوش نديرو الخل. الخل كنستعملوه الا كنا غادي نطيبوا السفنج ديالنا في ظرف ساعه او ساعه ونص، فضروري غادي نستعملوا الخل. كيعطينا ديك النسبه ديال الحموضه اللي تتكون في السفنج اللي تيكون معجون في الليل وكيطيب في الصباح. كملاحظه في الدقيق، اي معيار اي كأس عبرنا به الدقيق كنديروا منه 2، وكنديروا كأس ماء. عبرنا الدقيق بالزلافه فكنديروا 2 زلايف تاع الدقيق وزلافه تاع الماء. اللي بغى كميه اكثر فيضاعف المقادير. انا هنا استعملت كميه قليله على حسب بنيتي فقط. فكنبداو نعجنوا العجينه ديالنا، كندوبوا الخميره في الاول هي الخل كتفاعل لينا. كيف ما تتشوفوا فطريقه العجن ديال السفنج تختلف على العجينه العاديه، فكنبقاو نطربوا فيه على هذا الشكل هذا. كيف ما تتشوفوا دابا راه فهي بدات مطاطيه، الدلكات دابا مزيان. فغادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ بها حتى تخمر تضاعف الحجم ديالها. فضروري العمليه ديال الاختمار فهي جد مهمه باش ينجح معنا السفنج، فخاصها تكون مختمره مزيان. العجينه ديالنا من بعد ما اختمرات تضاعف الحجم ديالها، فاحنا دابا غادي نبداو نشكلو فيها. فانا هنا غادي نستعمل بقليل من الزيت وغادي نشكل كويرات باش كتسهل عليا العمليه ديال الطهي.
دابا غادي ندوز لمرحله الطهي، وهنا غيبدا التساؤل علاش انا دايره 2 مقلات تاع الزيت. فهذا تا هو سر من الاسرار ديال النجاح ديال السفنج ديالنا. فضروري يكون عندنا مقله اللي غادي نطيبوا فيها هي الاولى، ضروري يكون فيها الزيت قليله جدا، ومقله اخرى يكون عندنا فيها كميه معقوله من الزيت. الا انتبهنا فاحنا ملي كنمشيو نشريو السفنج من عند الشفناج فكيكون مميل هذيك المقله ديال القلي، وكيوضع الاسفنجه في الجنب ديال المقله في كميه قليله من الزيت حتى كتنفخ، عاد كيزيدها الكميه المعقوله ديال الزيت باش غطيب. فهاد المرحله فهي مهمه. السفنجه خاص ما يقيساش لينا الزيت من الفوق حتى كتنفخ، عاد كنحولوها الكميه المعقوله ديال الزيت باش تقلى لينا. وملاحظه اخرى بالنسبه للماء، فضروري العجينه ديالنا نسردوها بالماء، هذاك الماء هو اللي كيخلي لنا التقرميشه ديال السفنج، كيجي مقرمش من الفوق وما كيشربش الزيت من الداخل. غادي تلاحظوا انه جا مهوي من الداخل ومقرمش على برا. فهادو هما النصائح اللي يمكن لي نعطيكم، وهو الخل، الماء بالنسبه للعجين، وعمليه الطهي فضروري نديرو على 2 المراحل. انا غادي نستمر في القلي حتى نسالي الاسفنج ديالي، وغادي نشوفوا الشكل النهائي. السفنج ديالنا هو هذا، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. تشتركوا في القناه، تدعموني باللايك طلبا منكم وليس امرا. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.